جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي، وزي ما انا دايما معوداكم لازم كل جمعة كده اكلة مميزة. ها ينفع تسموني بقى ملكة المحشي ولا مش ملكة المحشي؟ قولوا لي ايه رأيكم. ايه رأيكم بقى في التورتاية الجميلة دي؟ تهيألي احلى من مليون تورتاية. طبعا هنطبخ وهندوق مع بعض وهنجوع بعض وهنعمل كل حاجة في الفيديو ده. ولازم لازم زي ما بنخلي يوم الخميس مميز نخلي كمان يوم الجمعة مميز. وطبعا الشتاء عايز كل يوم محشي يا جماعة، فمن هنا ورايح محشي خضار صواني في الفرن كله كده سخن في سخن. انا هنا عايزه اعمل شويه شوربه حلوين جدا زي ما قال الكتاب. هستخدمها في حاجات كتيره قوي. البطل بقى بتاعنا في الفيديو النهارده اني هعمل صينيه رقاق باللحمه المفرومه. وطبعا عايزه لها شويه شوربه كده مفيش بعدها. فكالعاده احنا سلقنا اللحمه كتير مع بعض. بس انا احب دايما اني اصور لكم يومي على طبيعته. اللي بيتابعني لاول مره ولو بنوته لسه جديده في المطبخ تتعلم مني وتشوف الطريقه. حلة سخنة يا جماعة وفيها أي مادة دهنية، وأنا بفضل الزيت، ولازم تكون سخنة جدا، وأنزل باللحمة كده أديها صدمة من كل الاتجاهات علشان أقفل كل المسام. وطبعا كل التوابل بتاعتي اللي بنزل بيها هي عبارة عن فلفل أسود، 7 بهارات أو بهارات اللحمة من عند العطار، حوالي ربع معلقة صغيرة جدا قرفة، وورق لورا وحبهان ومستكة. مش عايزة أكتر من كده. بس أهم حاجة عندي هي الصدمة والتشويحة دي. ما تغليش المية وتنزلي فيها اللحم. طبعا عملناها مع بعض كتير جدا جدا هنا على القناة. شايفة أنا بوريكي هنا لون اللحمة عايزاه يوصل للون الحلو ده. بصلاية بقى حلوة كده كبيرة مع شوية جزر بيدي ريحة الشوربة عندي ريحة جميلة جدا، ومية مغلية من الكتل. بس يا ستي مش هطول عليكم. عايزاها تغلي مرة واتنين وتلاتة وتشيلي الريم بتاعها، اي ريم يطلع الوش شيلي مرة واتنين وتلاتة لحد ما تبقى كلير كده وصافية خالص. وبعدين هتاخد معايا من ساعة وربع لساعة ونص. في اخر غلوة هحط الملح. بس يا ستي كده بقت عندنا احلى شوربة لحمة. نجري بقى كده في السريع نعمل تسبيكة المحشي. طبعا عملتها برضو معاكم كتير، ولكن انا لازم اشارككم اليوم على طبيعته. سواء بعمل روتين في البيت او تنظيف بصور لكم، سواء خارجه بصور لكم، بجهز سهره بصور لكم. لذلك سميت الصفحه يوميات ايمان الصياد، علشان هي دي يومياتي، تعيشوا معايا اليوم على طبيعته. طبعا نزلت هنا بمادة دهنية، وانا بفضل الزيت في المحشي علشان يبقى خفيف. ونزلت بحوالي 3 او 4 بصلات كبار كده مفرومين. ونزلت بعدها بتوم، شوية فلفل، معلقة هريسة شطة، وصلصة المحشي اللي عارفني ومتابعني انا مش بصفيها. دي يا دوب طماطم مفرومة كده في الكبة، وشوية سكر يعادل الحموضة، وشوية ملح. بدأت بقى تتسبك عندي، بنزل ببهارات المحشي بتاعتي المميزة: بابريكا، كمون، فلفل اسود، واهم حاجة معلقة قرفة. القرفة في المحشي بتوديه في حتة تانية وتالتة وعشرة خالص. هنا بقى بعد ما نزلت الخضرة والرز لفيته علشان ما اطولش عليكم، وعملت هنا حلة محشي الفلفل الصغنطوطة العسل. وشايفين معايا كده صوابع ورق العنب بتهيألي جميلة، وحطيت تحتها قطعة من اللحمة اللي سلقناها. طبعا بحاول اختصر لكم كده عشان ما تزهقوش، علشان ندخل مع بعض على الوصفة الرئيسية. يعني اللحمة لما اتسلقت عندي حطيتها تحت محشي ورق العنب علشان تاخد كده من طعمه وتاخد وتدي معاه، والدنيا معانا تبقى لذيذة وتبقى في حتة تانية خالص. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نجهز احلى حشوة لصينية الرقاق. وصفة صينية الرقاق دي بقى اعتمديها في رمضان، في الاعياد، في اي وقت. خدي كده الفيديو عندك واحفظيه. انا اللي عارفني لما باجي اعصج اللحمه بحب ان انا انزلها كميه بصل كبيره. اولا بتديها تسكيره وطعم وريحه حلوه. ما تقوليش بصله وبس، لا، انا هنا عامله النص كيلو اللحمه المفرومه اللي انت شايفاه من بصلتين لتلاتة. ما يهمكيش، هي لما تبدا تتشوح وتاخد عندي اللون الذهبي ده، هي كميتها هتقل لان السوائل اللي في البصل بتتبخر. بس بتطعم اللحمه يا جماعه وبتديها سكاره حلوه جدا. فخلونا كده دايما متفقين، طول ما احنا بنعصج اللحمه دايما نديها كميه بصل حلوه. ما يهمكيش، مش هتكون واضحه خالص. وبنزل باللحمه المفرومه وافضل كده اشوحها على السريع لحد ما تبقى معايا مفلفله جدا. وبنزل بقى بايه؟ ملح، فلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات، حوالي ربع معلقه قرفه. وبظبط الملح. النص كيلو من اللحمه بياخد معايا معلقه شاي ملح بس، مش هياخد معاكي اكتر من كده. مع 3 فصوص حبهان بفتحهم، وخليكي مركزه في العدد علشان هنشيله بعدين. مع معلقتين صلصه، معلقتين عصير طماطم الموجود عندك، وحوالي نص كوبايه ميه سخنه من الكتل. هيطلع معاكي احلى احلى عصاج لحمه. يعني ما تدوريش بقى بعد الطريقه دي.
جهزت عندي هنا الرقاق وشوربه حلوه كده من اللي احنا كنا عاملينها، وهقولك على تكه صغيره وتفصيله صغيره هتودي الرقاق في حته تانية. زي ما انت شايفه كده، انزلي على الشوربه بكوبايه حليب، وما تستغربيش كوبايه حليب على الشوربه هتنقل الطعم والريحه واللون في حته تانية. يعني دي اهم حاجه في صينيتنا النهارده. وكالعاده لما نيجي ندهن الصينيه للرقاق او للجلاش، ما تدهنيش بزيت، ما تدخليش الزيت في الموضوع خالص علشان هيخلي معاكي الدنيا تلزق وتبوظ. انا هنا دهنه بسمنه بلدي على زبده، خلطهم كده على بعض. انتي تقدري بنوع سمنه واحد او زبده او سمنه بلدي ايا كان تدهني بيها الصينيه من القاع ومن كل الجوانب. وبدات اجيب عندي ورق الرقاق واسقيه. انا عندي هنا الشوربه طالما معموله كويس، خلاص كده كل حاجه هتبقى تمام في صينيتنا. واهم حاجه كوبايه الحليب او نص كوبايه الحليب على حسب الموجود عندك. وبين كل طبقه والتانيه انا بدهن بالفرشه دهنه من السمنه او الزبده اللي عندي. يا سلام يا سلام بقى كده لو كانت زي سمنه بلدي، تقل مفيش بعد كده. طبعا الرقاق عندك لو مكسر ما تشيليش هم ولا تضايقي، اهم حاجه بس شيليلي ورقه سليمه للوش. ولو متقطع عندك كتير كله هيتدارى، كله هيدخل في الطبقات اللي في داخل الصينيه، ومفيش اي حاجه عندك ابدا هتكون واضحه. وطبعا الرقاق صنف مميز جدا على سفرتنا. انا دايما بميل للاكل بتاعنا المصري الاصيل، الاكل الشرقي، اكل امهاتنا، الحاجات بتاعتنا الجميله. ما بحبش بقى اختراعات وافتكاسات. ابتديت ان انا اعمل طبقه ورا التانية كده يا جماعه. صنف مفيش غنى عنه في العزومات، وانا بحبه جدا جدا بصراحه. ودايما النواشف كده زي ما بيقولوا بتكون حلوه، بتكون خفيفه قوي في العزومات، في تقديمها كده في الاطباق، حاجه شيك ومميزه. نزلت هنا بحشوه اللحم. طبعا دي بتبقى اختياريه وبترجع لك كميه اللحمه اللي انتي بتحطيها. في ناس ممكن تضيف على اللحمه مكعبات من الفلفل، مكعبات من الجزر، بتضيف خضار علشان تضاعف معاها كميه اللحم، مفيش اي مشكله. حابه تحطي فوق اللحمه رشه موتزاريلا عادي، بس انا عايزاها صينيه رقاق على اصولها. طبعا لو شوربه بط برضو هتكون حلوه، بس انا مش عارفه، انا دايما بعمل صينيه الرقاق بشوربه لحمه، وبميل دايما لشوربه اللحمه. قولولي بقى انتوا ايه رايكم؟ خلاص خلصت كل الرقات معايا، ونزلت باخر راق ودهنته باخر معلقه زبده، وسقسقيها بقى كده بمغرفه او بمغرفتين من الشوربه والحليب اللي موجوده عندك، هتطلع معاكي تمام. وقطعيها وعلى الفرن على طول، مش هتاخد معاكي وقت، هي كل حاجه فيها بس يا دوب هتاخد لون. وكلي احلى صينيه رقاق وادعيلي. طبعا الوصل اللي هنا يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات، ودعوه حلوه كده من قلبكم، وبحبكم جدا، وشكرا على كل اللي بيجرب وصفاتي وبيبعت لي. يعني ناس كده قلبها جميل، ناس قلبها ابيض، انتوا احسن ناس والله. ايه رايك بقى في اللون الخطير ده؟ يعني كان نفسي تكونوا معايا وتشموا الريحه وتدوقوا، او قعدكم كده تشموا الريحه بس واغيظكم وادوق انا. طبعا شايفه طالعه قطعه بقطعتها. اوعي اوعي تدهيني الصينيه زيت، لا في الجلاش ولا في الرقاق. انا بديكوا والله العظيم يعني كل المعلومات اهو، مش بستخسر فيكوا اي حاجه، وطلع مظبوطه جدا. هي علبه الرقاق جات لي بصراحه يعني مظبوطه، حطيت نصها من تحت ونصها من فوق، طالع مورق، طالع جميل، طالع تحفه. معلومه بسيطه وانتوا كلكم ما شاء الله عليكم شطار، مش بيترص من على بيات، ده لازم على الاكل يا جماعه. الجلاش والرقاق على الاكل، مستعجله عصاجي اللحمه بس من بالليل. بس لو عندك عزومه اللحمه هي اللي تتبل وتتعصج من بالليل. ويلا بقى اللحظه المنتظره، الحله دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ اللي هيقول هيعطيني 1000 جنيه. طبعا كلكم بقى هتعملوا مش عارفين ومش واخدين بالكم، انا عارفه انا الحركات دي. ندخل بقى زوم كده على الحله، قطع اللحمه، شرايح الطماطم، شرايح الجزر، الصوص اللي نازل. اللي عارفني كويس ومتابع فيديوهاتي يقول انا بحط ايه على الشوربه وانا بحطها على ورق العنب. سامعاكم؟ نحط ليمون ودبس رمان، لازم ليمون ودبس رمان مع الشوربه وانتي بتنزليها على ورق العنب. طبعا عملناها كتير هنا، بس انا باكد وبكرر علشان اللي لسه بيشوفني. وطبق بقى محشي فلفل كده جميل، ويا سلام يا سلام لو كان فيه واحده كده حراقه ولا واحده شطه، بتودي الموضوع بقى ما اقولكيش، يعني بتبقى حاجه جميله. واظن دي احلى تورتايه لاي حد عيد ميلاده قريب، تحطي فيها شمعه واحلى من مليون تورتايه. شويه شوربه بقى كده تدفي في الجو اللي احنا فيه ده، مفيش احلى من كده. وشايفه بقى لما بتدي اللحمه صدمه بتخلي لونها حلو ازاي،
كأنك محمراها. يعني بتهيألي مفيش بعد كده اكله جميله، اكله تدفي. تقدري تاخدي وصفه صينيه الرقاق بس جنب اي حاجه، جنب شويه رز كده بسمتي بالخلطه مع كفته، مش شرط جنب محشي. انا بس بديكوا افكار، واللي مناسب ليه اي حاجه هياخدها. ايه رايكم؟ اتفضلوا معانا يا حبايبي. يلا بقى ادوق معاكم. انا بتهيألي مش جايه ادوق، انا جايه اتغدى. انا نسيت نفسي ونسيت ان الكاميرا مفتوحه. عملتيلي طبق كده صغنن عشان الدايت. طبعا دي اكله مش دايت خالص. ويلا بقى اتفضلوا معايا، نفسي والله تشرفوني وتدوقوا معايا. واقول لكم بحبكم جدا جدا. جمعه مباركه وسعيده عليكم وعلى كل حبايبكم يا قلبي. واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، وفي روتينات جديده، وفلوجات جديده ان شاء الله. هتلاقوا عندي حاجات جديده جدا الفتره الجايه. باي باي.